وسط صفحات كبيرة وإعلاميين كبار كانوا بيأكدوا على موضوع رحيل إمام عاشور، وسط ما إعلامي كبير كان دايما يأكد على عرض اتحاد جدة السعودي وإن إمام عاشور عنده رغبة للرحيل عن النادي الأهلي. كنا دايما بنطلع معاكم ونأكد إن إمام عاشور هيكمل وهيستمر ومفيش نية لرحيله عن النادي. لحد ما الحمد لله امبارح القنوات الرسمية أكدت على موضوع استمرار إمام عاشور. جبت معاكم قبل كده ان امام عاشور مكمل وحابب ان هو يكمل رحلته مع النادي الاهلي. الحاله الوحيده اللي امام هيحترف فيها هو ان يجي له عرض مادي يكون مناسب ليه وللنادي زي عرض وسام ابو علي كده بالظبط. غير كده امام عاشور مستمر وهيكمل. امام عاشور ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه دي هيجدد، وما زلت دايما باكد لكم على موضوع تجديد امام عاشور. الحاجه اللي انا عايز اقولها لكم ان امام عاشور تجديده واقف على حاجه بسيطه هو طالبها من رجل الأعمال ياسين منصور. إن شاء الله لو اتحققت له اعتبروا موضوع إمام خلصان والموضوع هيخلص على خير إن شاء الله. الحاجة التانية برضو اللي أكدنا عليها هنا موضوع المهاجم. يمكن أنا مثبت بوست عندي في الصفحة هنا خاص بموضوع المهاجم، اتكلمنا بالتفاصيل على أسماء 4 مهاجمين النادي بيتفاوض معاهم. الحمد لله من ضمن ال4 أسماء 2 منهم جم واتكلمنا فيهم قبل كده. لسه برضه الميركاتو ما خلصش. موضوع محمود صلاح اكدناه من يومين واكدنا خلاص ان هو بيخلص وفي المراحل الاخيره والرتوش الاخيره للصفقه. موضوع خط النص اتكلمنا الاسبوع اللي فات على 4 اسماء النادي برضه بيفاوضهم زي موضوع المهاجم. في اسم منهم هيتم ان شاء الله وهيضلنا خلال الفتره الوجيزه اللي جايه. بس موضوع وسط الملعب مرتبط بموضوع أشرف داري، وأشرف داري ممكن يكون في مفاجأة كبيرة خلال الفترة اللي جاية. فانتظروا كل المفاجآت وكل حاجة. احنا كان في عهد بيننا وبينكم ان احنا نقدمها لكم، واجتهدنا ان احنا خلال الميركاتو كله ان احنا نوصل معلومات حقيقية وأكيدة ليكم. ان شاء الله ثقوا دايما فينا.